ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. النهارده انا جاي اسالك سؤال مهم جدا كمدرس. هو كام مره كنا متاخرين على اننا نجهز الباوربوينت بتاعتنا؟ كتير طبعا. طيب ايه رايك لو اديك باوربوينت تكون جاهز، بس ان انت تحط فيها الافكار بتاعتك وتبقى جاهزه في خلال 10 دقائق؟ اظن حاجه ممتازه. يلا نشوف هنعمل كده ازاي. اول حاجه هفتح الجوجل وهكتب سلايد مينيا. اسم السايت انا هكتبه لكم في الكومنتس. هكتب سلايد مينيا وهدوس انتر. هيتفتح عندي اول ويب سايت. اول ويب سايت هو اللي هختاره. اوكي، دوست عليه. هيبدا يظهر عندي الويب سايت. عندي السيرش بار ده هبدا اكتب فيه الموضوع اللي انا عاوزاه. هدور على حاجه اسمها education بشكل عام يعني. اوكي، اكتب كلمه education وهدوس انتر. زي ما احنا شايفين كام باوربوينت مفتوحه قدامي جاهزه. مجانيه تماما، ما فيش فلوس ولا في حتى انك انت هيطلب منك تسجل اكونت عندهم. مجرد ما هيعجبك واحد هتختاره. طبعا عماله بتفرج واخترت طبعا اللي وريته لكم في اول الفيديو قدامكم اهو. اختاره. هيتفتح الصفحه بتاعته بمنتهى البساطه والسهوله. هو الاول طبعا هيوريني يعمل لي بريفيو على السلايدز الموجوده عشان اشوف اذا كان هتعجبني ولا لا. عجبتني تمام. هبدا انزل تحت. يقفل الصفحه خالص عشان اقدر ان انا اعمل له داونلود. هتلاقي عندي تو اوبشنز، يا اما اعمل له داونلود از باوربوينت، يا اما اعمل له داونلود از جوجل سلايدز، يعني يتفتح اونلاين من جوجل دوكس. طبعا ده مش احسن اختيار، هنختاره از باوربوينت. مجرد ما دوست عليه زي ما انتم شايفين كده بيعمل داونلود. نزل عندي على الجهاز. دوست عليه فتحته. فتح عندي بنفس الشكل اللي انا شفته على الويب سايت. مجرد مستنيني بس ان انا احط الداتا بتاعتي، اظبطه بالافكار بتاعتي. طبعا مفيد جدا جدا جدا، لان في مواد كتيره الاي اي ما بيطلعش فيها نتائج مظبوطه. انا يبقى عندي قالب جاهز بحط فيه بس الداتا بتاعتي وابدا اشتغل على طول. ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وشكرا. خير، باي.